السلام عليكم ورحمة الله حبايبي. صباح الخير عليكم جميعا. بقول كلمتين يا جماعة كده لأي صديقة معايا أو أي حد معايا على التيك توك. آه، كلمتين بس كده سريعا، لأن أنا يعني يعتبر أول مرة أعمل بث على التيك توك صراحة يعني. ف يا رب يبقى صوتي واصل وواضح. مبدئيا كده انا هعرفكم بنفسي. انا اسمي هدى. انا كوافيره وليا الشرف والله يعني الحمد لله رب العالمين. بس للاسف يعني مهنتنا دي مظلوم فيها ناس كتير. مهنتنا ديت ناس كتير فيها قفلت بسبب التنمر وبسبب ان الفكره متاخده عند الشعب المصري ان كوافيره دي يعني حد مش كويس او حد مش محترم. فدي حاجة للأسف يعني بتظلم ناس كتير فيها، زي ما بيبقى يعني الناس بتاخد كده زي ما بيقولوا يعني في الرجلين. فأنا حابة أصحح المعلومة دي عند ناس كتير. شباب كتير مع احترامي محدش يزعل مني، أنا بقى طالعة وبتكلم بمنتهى الأمانة لأن صراحة الموضوع ده يعني ضايقني كتير صراحة يعني. إيه، أنا عملت قناة على التيك توك. مبدئيا خالص هحكي لكم القصة من البداية. انا فتحت المحل بتاعي من 15 سنة، بقالي 15 سنة. وقبل ال 15 سنة اشتغلت عند ناس كتير واتعلمت الحمد لله رب العالمين. ما طلعتش فتحت لنفسي كده مكان غير لما كنت إدارة، غير لما كنت قد المسؤولية، غير لما كنت أرى ان انا فعلا اقف في المكان ده آه، وافتحه من الالف للياء زي ما بيقولوا. والحمد لله التوفيق من عند ربنا في الاول وفي الاخر. طبعا المكان اللي انا فتحت فيه مكان شعبي شوية. معلش انا مش بقبل يعني مش هقبل. انا طالعه اقول كلمتين ويا رب يا رب يعني مع احترامي اللي يسمعهم على راسي واللي ما يسمعهمش برضو احنا اخوات وكل حاجه وعلى راسي برضو. دلوقتي انا فتحت في مكان، لما جيت فتحت المحل بتاعي فتحت في منطقه شعبيه شويه. اللي انا فتحت فيها يعني مكان فيه ناس عاديه، مش ناس هاي يعني ناس بسيطه. الطبقه اللي نقول الطبقه الوسطى من الناس يعني. لما فتحت المكان عندي الحمد لله رب العالمين التوفيق من عند ربنا في الاول وفي الاخر، واللهم لك الحمد. انا راضيه ومبسوطه وسعيده وكل حاجه باللي انا وصلت له. بس انا اتظلمت في المكان اللي انا فيه. يعني انا اتظلمت جدا في المكان اللي انا فيه. لان المكان اللي انا فيه انا مش بطلع بوشي يا جماعه، والله انا فين كده وكل اللي يسمعهم على راسي واللي ما يسمعهمش برضو على راسي مع احترامي لاي حد. انا مش بعمل فيديوهات يعني. والمفروض ان احنا نحترم خصوصيات بعض يعني. فانا لما فتحت في المنطقه اللي انا فيها كانت منطقه شعبيه شويه، اي نعم وقفوا جنبي والحمد لله رب العالمين اتعرفت. انا بقالي 15 سنه في المكان اللي انا فيه و... وما اقدرش افتح في مكان تاني، لان عشان اطلع بره شويه او اطلع في مكان كبير شويه طبعا الموضوع هيبقى صعب جدا وهيفرق معايا جدا جدا في طبعا في الماديات. يعني خلينا صراحه مع بعض، هيفرق معايا جدا جدا في الماديات. فناس كتيره قالوا لي شغلك مش باين، شغلك مش ظاهر. الناس كلها دلوقتي على النت، وشغلها الشغل اللي على النت بيبان اكتر. فخليكي شغلك اعملي قناه الناس تشوف شغلك، لان شغلك جميل وشغلك ما ينفعش يبقى يعني مش باين. ناس من الصحاب يعني مع احترامي ليهم طبعا هم شجعوني ان الفكره دي جت في دماغي. فطبعا عملت قناه فعلا على اليوتيوب. الكلام ده من حوالي 6 سنين او 5 سنين. عملت قناه فعلا على اليوتيوب والحمد لله رب العالمين القناه وصلت لمرحله حلوه جدا. بس للاسف اللي كانت ماسكه لي القناه عشان قله الفضا عندي عشان الشغل بتاعي وكده، ماسكه لي القناه واحده صاحبتي لا داعي لذكر اسمها، مسكت لي القناه وطمعت بعد كده يعني
يعني انا بمنتج لها الفيديوهات، بصورها في المحل قبل وبعد والكلام ده، وهي بقى ببعت لها الفيديو وهي بتحمله من عندها وكده، وبدفع لها اشتراك نت وكده، وطبعا بتاخد مرتب شهري وكل حاجه وبراضيها. فهي في فيديو من الفيديوهات بسم الله ما شاء الله يعني ضرب معانا يعني، فهي خافت بقى ان انا افضل ممشيها على نفس السيستم او افضل بديها نفس المرتب ده. فجت اتكلمت معايا وقالت لي يا هدى انا عايزه زوديني ومش زود. قلت لها زودك ايه ده، احنا لسه القناه لسه من 3 شهور، لسه ما فيش فيها اي حاجه، زودك ايه. المهم اختلفنا وهي طمعت. هو الكلام من الاول خالص كان طبعا هكرت لي القناه لان الجيميل كان معاها، كلمه السر كانت معاها، انا كنت مأمناها على كل حاجه. لما جيت ما عرفتش خالص خالص بكل المشتركين اللي كانوا فيها، بكل المشاهدات اللي كانت فيه، انا ما اعرفش هي باعت القناه. صراحه ما اعرفش هي عملت ايه صراحه يعني. فالمهم حصلت لي زي انتكاسه كده، زعلت جدا طبعا، واتضايقت ان انا ليه اتعمل معايا كده او هي ليه عملت كده، يعني انا ما عملتش حاجه تستدعي كل اللي حصل. فطبعا ما عملتش قناه تاني، وزعلت طبعا وحزنت ان هي اصلا مش حد غريب، ده واحده صاحبتي، مش اقول لكم حد يعني، الحمد لله رب العالمين وعدى الموضوع. وكانت محنة صعبة في حياتي، بس هي كانت صدمة يعتبر بالنسبة لي. لان للاسف يعني لما جيت اكلم ناس قالوا لي كلمي ادارة اليوتيوب او مش عارفة مباحث انترنت، حاجة وقتها كده انا مش فاكرة تحديدا يعني، ناس قالوا لي. فعشان اوصل لناس على اليوتيوب كلمت ناس فعلا فاهمين في الكلام ده، قالوا لي لازم كلمة السر والجيميل دول مفيش مخلوق يعرفهم الا انت. ازاي انتي مأمناها لحد ان انتي عطيها كلمة السر والجيميل؟ انا ما كانش في دماغي بقى ان يحصل مشكلة مثلا او ان نختلف مع بعض، حتى لو اختلفنا نختلف بالادب وبالاحترام، ما كانش في دماغي غدر ولا كان في دماغي اي حاجة صراحة. وكنت مسلمة، وكان اول مرة اعمل يوتيوب وما كنتش فاهمة يعني ايه كلمة سر اصلا، ان هي لازم تبقى معايا، هي فعلا هي اسمها كلمة سر يعني المفروض محدش يعرفها، بس انا كنت مأمناها. فالحمد لله يعني رب العالمين. المثل بيقول الضربة اللي ما بتموتنيش بتقويني، والحمد لله انا قويت من بعدها، وناس شجعتني بعدها ان انا اعمل قناة على اليوتيوب تاني، وان انا يعني هوصل. مادام بشتغل وبتعب وبشقى الحمد لله رب العالمين، ربنا اكيد يعني هيديني اللي انا عايزاه او هينولني مرادي. فبالتالي رحت عملت قناة على اليوتيوب، نزلت عليها شغلي وبدأت اعرض عليها، الحمد لله رب العالمين القناة برضو نجحت. ناس قالوا لي لو عملتي تيك توك هيرفع لك من مستوى القناه، المشتركين اللي على التيك توك هيدخلوا يعملوا لك اشتراك، فهتلاقي الدنيا اتيسرت معاكي وكده. طبعا بعد اللي حصل لي انا كنت قافله خالص ان يوتيوب لا والكلام ده لا، من بعد اللي حصل يعني. فصراحه الناس شجعتني تاني فعملت كده، سمعت كلامهم وعملت كده. عملت يوتيوب والقناه اشتغلت. طيب لما جيت بقى المشكله بقى في ايه دلوقتي، او انا بحكي معاكم فيها المشكله معايا دلوقتي في التيك توك. انا لما عملت التيك توك صراحة يعني لقيت كم من البشر، حاجة يعني مش عارفة، انا مش عارفة اسميهم ايه ولا اقول ايه. كل اللي داخل واخد فكرة عن الكوافيرة دي ان هي حاجة مش محترمة، ان هي حد سوي، ان هي حد مش كويس، ان هي حد كده يعني في المجتمع ما ينفعش ان احنا نحترمه، ان هي حد لا حد ما هي حد مش، انا مش عايزه اقول حد مش كويس. طبعا ناس كتيره جدا جدا، مش انا لوحدي، ناس كتيره قوي قوي مع احترامي يعني يترفع لهم القبعه. انا مش هذكر اسامي، وصلوا في المهنه دي للعالميه زي ما بيقولوا، اذا كان ستات او رجاله. يعني المهنه دي مش كل اللي فيها يعني كده، انا مش عايزه اقول لفظ خارج او كلمه. انا بس عايزه اوصل فكره للناس ان حرام ان احنا نظلم، لان هي الفكره متاخده كعامه الشعب كده، واخدين فكره ان الكوافيره دي حد لا، حد مش محترم. والله العظيم حرام، ناس كتيره مظلومه. انا نفسي مظلومه في الكلام ده. فعلا اثبت لي التيك توك لما عملته ان الفكره دي متاخده ان انا ما دام عملت تيك توك كل حد بقى يدخل يبقى صديق ويبقى بقى يعني ايه يا هدى عامله ايه. لقيت ناس داخله تكلمني كده،
معلش، هو انت تعرفني منين عشان تقولي باسمي وتناديني باسمي وتكلمني بالكلام بالاسلوب ده اصلا يعني؟ انا مع احترامي يعني انا عامله التيك توك عشان قناتي توصل، يعني ندعم بعض، مش عشان ان انا اعمل حوار معاك او اتكلم معاك او الكلام ده. انا عامله قناه للشغل وتعبت عليها على ما وصلت للي انا فيه، ومظلومه في المكان اللي انا فيه، لان المكان اللي انا فيه منطقه شعبيه جدا، فحابه ان شغلي يوصل مش اكتر. فمش معنى ان انا عملت بقى يوتيوب او تيك توك ان انا كده حد بقى هقبل باي حد بقى يدخل يرزل ويتكلم ويعاكس ويقول الفاظ. ف آه، المهنه دي مش صراحه متعبه. المهنه دي مش سهله ان انا افني لها حياتي وافني لها عمري. يا جماعه بلاش. انا والله 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 انا مش الموضوع، مش انا مش طالعه اتكلم كده كلام كده وخلاص ان انا استعطف حد. المهنه دي واخده يومي كله. وفي اطفال وفي بيت وفي يعني مسؤوليه وفي مدارس وفي اللي في بيتك في بيتي هو نفس اللي في بيتي، بل بالعكس. يعني مهنتي دي صعبه جدا، يعني يا ريتني موظفه والساعه 1 الظهر ولا 2 الظهر بروح بيتي لعيالي. انا بدخل بيتي الساعه 12، يعني بدخل 12 كل يوم من الصبح للساعه 12. يومي بيبدأ من الساعه 5 الفجر، من ساعه صحيان المدارس. الموضوع مش سهل. والله انا ما بتكلم بستعطف حد. انا يا جماعه انا صريحه ودغري. بس انا زعلت جدا لما عملت التيك توك، صراحه انا ندمت. ودي نصيحه لكل الشباب، البنات والشباب، مع احترامي لاي حد سمعني او مع احترامي لاي حد معايا على التيك توك. انا مش بظهر بوشي. انا عمري ما هعمل فيديو بوشي ايا كان انا حلوه او انا وحشه، ده حاجه لنفسي. انا بقدم شغل، حضرتك احترمته على راسي من فوق، ما احترمتوش انت برضه على راسي من فوق. انت اخ وصديق في الاول وفي الاخر، وانت اخت وصديقه في الاول وفي الاخر. هندعم بعض، هنقف جنب بعض. على راسي ما عنديش اي مشكله. بس انا بتكلم ان انا واحده بقدم محتوى محترم، واتظلمت في المكان اللي انا فيه وما زلت مظلومه فيه، بس انا راضيه الحمد لله لان ده عطاء من ربنا ليا. وانا مش هكره اي حاجه ربنا اديها لي، الحمد لله رب العالمين. يعني يمكن ربنا مثلا ظلمني في المكان اللي انا فيه بس عوض عليا بحاجه تانية. اللهم لك الحمد، يعني اللهم لا اعتراض، الحمد لله احنا احسن من ناس كتير. بس انا طالعه اقول كلمتين. اللي حابب يدعمني على قناتي على اليوتيوب كوافير هدى العجمي. آه انا يا جماعه مهما حد يبعت لي، بلاش حد يبعت لي على التيك توك رسائل، لان انا ما بحبش اتكلم مع حد. انا قصه الدردشه والكلام ده انا ما مش بتاعت كده والله. انا حد في حالي وحد مع نفسي وحد عامل القناه دي عشان على فكره الموضوع مشقه جدا. اي حد بيسمعني دلوقتي وعنده يوتيوب عارف يعني ايه موضوع مشقه جدا. الموضوع مش سهل خالص ان انا اصور فيديو واطلع بالليل استنى لما الاولاد يناموا عشان ما يبقاش في صوت، عشان اقعد امنتج وبعد كده احمل الفيديو على القناه. الموضوع مش سهل اطلاقا اطلاقا. الموضوع مشقه جدا جدا جدا. الموضوع مش هزار. واي حد بيعمل حاجه زي كده بيبقى عاملها برضو انتوا عارفين. في ناس بتعمل حاجات عشان توصل بسرعه. احنا عمرنا ما هنعمل كده لان احنا اتربينا على مبدأ في الاول وفي الاخر. وعندنا عادات وتقاليد الحمد لله رب العالمين. مهما نوصل ومهما ربنا يدينا عمرنا ما هنمشي كده او كده او نعمل حاجه الحمد لله رب العالمين تغضب ربنا. انا كوافيره انا الحمد لله رب العالمين اللهم لك الف حمد. انا حجيت بيت ربنا انا وجوزي وولادي الحمد لله رب العالمين، وهفضل زي ما انا على مبدئي. بس حته الدردشه دي انا طالعه اتكلم. اعذروني محدش يزعل مني، انا صريحه واللي في قلبي على لساني. انا طالعه اتكلم معاكم بحكم ان احنا اصدقاء. اللي حابب يدخل يشترك معايا على اليوتيوب على راسي من فوق. يعني انا بدخل على اي مشترك جديد دخلي لو لقيت عنده صفحه بشترك له زي ما دعمني بدعمه. فانا بس دول الكلمتين اللي انا كنت حابه اقولهم. وانا عارفه ان البث معمول في وقت غلط، بس انتوا عارفين بقى احنا دلوقتي يعني وقت مدارس، منزلين الولاد المدارس، وطبعا يومنا بيبتدي بقى من دلوقتي كده. ربنا يعين كل واحد على اللي هو فيه. ومش عايزه حد يزعل لو حد انا ما انفعلتش وما قلتش اي حاجه تزعل، بس انا برضو بعتذر. محدش يزعل مني. بس انا يا جماعه انا بيتي وجوزي وعيالي انا ما ينفعش اطلع بوشي. انا بقدم محتوى
حضرتك اتفرجت عليه احترمته على راسي من فوق، ما احترمتوش يا ريت بقى بلاش تنمر، بلاش نتكلم على بعض، بلاش ان احنا بلاش يعني كل واحد يبقى في نفسه وفي حاله. اللي بيدخل يشترك لي على اليوتيوب بدخل له، لو لقيت عنده قناه بشترك له وبدعمه زي ما دعمني. وبشكر اي حد دخل لي من على اليوتيوب، من على سوري، من على التيك توك، اشترك لي على اليوتيوب. شكرا جدا ليكم والله. بس انا كلمة اخيرة والله يا جماعة، يعني مهنتنا دي ظلمت ناس كتير. انا مش هقول لكم ان فيها ناس ان كلها حلوة، هي فيها وفيها، بس انا بعرفكم ان حرام. انا واحدة زي مظلومة في الموضوع ده. يعني انا لما جيت اسكندرية لقيت ان الموضوع يعني بسم الله ما شاء الله، يعني السمعة صعبة. كوافيرة دي صعبة. انا اصلا من المنصورة يعني. فلما جيت اسكندرية لقيت ان كوافيرة دي حاجة مش كويسة، وحاجة ما ينفعش ان المجتمع يحترمها والناس تحترمها. لا بالعكس والله، انا بقدم محتوى محترم جدا 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 مع نفسي وفي مكاني، ومش شغالة عند حد، وبتعب على نفسي وبتعب على حالي، والحمد لله وصلت للي وصلت له. الحمد لله انا راضية باللي ربنا اداهولي، وراضية باي حاجة ربنا هيديها لي تاني. اللهم لك الحمد. اللهم لا اعتراض على اي حاجة. لازم نبقى راضيين عشان ربنا يرضى عننا. انا راضية، بس مشكلتي ان انا مظلومة في المكان اللي انا فيه، وده اللي خلاني اطلع اتكلم. لو في حد عايز يدخل لي على اليوتيوب، انا طبعا اسمي هدى العجمي بالعربي. مش عايزين تشتركوا مفيش اي مشكلة، بس بلاش يا جماعة اللي معايا على التيك توك، بلاش ما تخلونيش اندم ان انا عملت تيك توك. بلاش ان انا احذفه خالص، لان ناس نصحوني وقالوا لي هيجيب لك مشاكل، وناس تانية قالوا لي هيرفع لك من مستوى القناة اللي معاكي على التيك توك، هيدخل يشترك لك في القناة. عايزه اوصل في اليوتيوب لليفل معين، مش عشان فلوس. الحمد لله انا كده كده شغاله وربنا بيرضيني من المحل، بس انا بتكلم ان انا اوصل لمرحله ان انا ما عدتش اعمل فيديوهات كده، اعمل فيديوهاتي كلها تبقى بس مباشر، واترحم من المنتجه واترحم من الكلام ده كله. ف يعني عايزه ادعمكم ليا، نقف جنب بعض ونقف مع بعض. كل حد بيعمل حاجة بيتعب عليها، مفيش حد بيوصل كده غير لما بيكون تعب جدا. وكلمة أخيرة والله يا جماعة، بلاش تظلموا حد. يعني يعني بلاش ناخد الفكرة السيئة دي عن حد ما نعرفوش، لأن مش كل الناس يعني مش كل الناس وحشة. انا ما اقدرش احكم عليك مثلا وانا ما شفتكش، او وانا ما اعرفكش مثلا. ما اقدرش احكم عليك غير لما ابقى مع شراك الاول. ما ينفعش اخد فكره كده ان كوافيره دي واحده مش محترمه. لا بالعكس والله انا محترمه والحمد لله في حالي، واللهم لك الحمد. راضيه بحياتي وبعيشتي وباولادي وبجوزي وبشغلي راضيه بكل حاجه ربنا اداها لي، وراضيه باي حاجه ربنا هيديها لي. اللهم لك الحمد واللهم لا اعتراض. ودول الكلمتين اللي انا كنت حابه اطلع اتكلم مع اخواتي فيهم. اللي حابب يدعمني على راسي، واللي مش حابب على راسي. ويا ريت ما حدش يتضايق من اللي انا قلته، ما حدش يزعل من اللي انا قلته. ويا ريت برضو ما حدش يبعت لي دردشه، ولا حد يبعت لي رسائل عشان في مشكله هتقولوا لي ليه اقفلي التعليقات. انا عملت كده فتره، قفلت التعليقات لمده اسبوع 10 ايام. طيب انا لو بنزل شغل صبغه برضو، او بتكلم مثلا عن شغل بروتين او خصل، او مثلا التاتو الميكرو البيلدينج، او الحاجات اللي هي اللي يعني بتخص شغلي يعني، نزلت فيديو وبحكي عنه ولا حاجه. في معايا بنات بيبقوا حابين يستفسروا درجه الصبغه دي ايه، طب انا لو شعري كذا اعمل ايه، طب انا مثلا جبت كذا وما طلعش معايا، طب انا قفلت التعليقات دلوقتي، الناس دي هتكلمني ازاي؟ انا لما قفلت التعليقات 10 ايام الناس ما كانتش عارفه كلها تتواصل معايا. ما ينفعش ان انا اقفل التعليقات. ولما بفتح التعليقات بلاقي كلام، بلاقي يعني اللي داخل يقول لي ازيك يا هدى. ايه ازيك يا هدى؟ انت تعرفني عشان تقول لي تناديني باسمي وتكلمني بالطريقه دي ليه يعني؟ معلش يعني معلش انا المحتوى اللي انا بقدمه، او المحتوى اللي حضرتك شفته على التيك توك، ما يوحش ان دي واحده بقى لا مؤاخذه يعني.
بقدم شغل وبقدم محتوى محترم يعني. فالمفروض ان حضرتك يعني لما تشوف حاجة زي كده ما تدخلش يعني بالاسلوب ده كده وتتكلم على ان هدى دي واحدة كده. لا والله، ده اللي انا بقوله، ده اللي انا بحكي فيه. كل اللي داخل انت عامله ايه، انت عندك كام سنه، انت متجوزه ولا لا. هو ليه الاسئله دي وليه يعني؟ انت ليه تصاحبني يعني؟ ليه تصاحبني؟ انا عامله لك اشتراك مثلا، اعمل لي اشتراك، عملت لك تعليق اعمل لي تعليق، دخلت على صفحتك لو انت ليك يوتيوب مثلا، اشتركت لك فانت بتشترك. بس انا عاملاه بغرض كده فقط، فقط. والله 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 انا عاملاه بغرض كده فقط، مش عاملاه عشان ان انت تدخل تكلمني وانا اكلمك والكلام ده، لا خالص يا جماعه والله. آه، مش هطول عليكم. انا اول مره اطلع على التيك توك واتكلم كده. سامحوني لو حد زعل مني في حاجه، انا شايفه ان انا ما قلتش حاجه تزعل، بس برضو بعتذر. وبرضو كلمه اخيره، بلاش نحكم على حد ما نعرفوش، وبلاش نحكم على عامه الشعب ان الكوافيره دي حاجه مش كويسه. ناس كتيره فيها وصلت لمراحل حلوه جدا. دول الكلمتين اللي انا كنت عايزه اقولهم، وبتكلم معاكم بحكم ان انتوا حد كويس وحد محترم يعني، واخواتي واصحابي وكل حاجه على راسي. طبعا اشوفكم في فيديوهات كتيره طبعا، واشوفكم ان شاء الله على خير. سلام. نضطر نقفل البث دلوقتي.